هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستوديو الدكتور عبد الرحيم أحمد، اختصاصي بأمراض الأطفال. نحن وأنتو خلونا نرحب بالدكتور. يسعد مساك دكتور. يسعد مساك. أهلين أستاذ عماد. أهلا وسهلا فيك. متابعينا للي حابب ينضم لنا في الأرقام الأرضي 429 101، فيكم تنضموا عبر الواتساب عبر الرسالة 093 82 80 81 4، عبر البث المباشر يلي برات البلد حتى فيكم تنضموا عبر الرسالة عبر البث بوير عربي صفحة الإذاعة. مرة تانية أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نحكي بهالموضوع اللي عادة ببداية الفصول أو فصول تغير الفصول، بالأخص فصل الشتاء، عم يتعرض الأطفال لالتهاب الطرق التنفسية، لنزلات البرد، للرشح والزكام. وطبعا هالشيء هذا له أسباب معينة كتير، وخصوصا طلاب المدارس، طلاب الروضات والحضانة وغيرهم. هل الأمراض هي الأكثر شيوعا؟ يا ترى شو هي الأسباب أو العوامل المسببة اللي عم تساعد لحدوث هالحالات هاي؟ تماما. أول شيء مساء الخير للجميع. بالنسبة للالتهابات الطرق التنفسية، خلينا نقول فينا نقسمها لنوعين من التهابات الطرق التنفسية. في شيء اسمه التهاب الطرق التنفسية العلوية أو بيسموه بالعامية الإنفلونزا أو الزكام، وفي شيء نحن بنسميه التهابات الطرق التنفسية السفلية اللي نحن بنسميها ذات القصبات أو ذات قصبات الرئة حسب الحالة. الأمراض الأولى اللي هي عبارة عن التهابات الطرق التنفسية العلوية، 85% من أسبابها بتكون عبارة عن أسباب فيروسية، يعني عبارة عن تغيير الجو عند الأطفال، تعرض الأطفال للبرد، تغييرات الطقس، تجمع الأطفال في دور الحضانة، العجقة، عدوى الأطفال من بعضهم. فهدول أعراضهم عند الأطفال بتبلش بسيلان أنف، غالبا بيكون عبارة عن سيلان مائي بسيط بيترافق مع أعراض بسيطة مثل الحرارة الخفيفة والسعلة، وبالإضافة إلى يعني فقدان الشهية عند الأطفال. هل الأعراض الالتهاب الطرق التنفسية العلوية أغلبيتها نحن نعالجهم علاج عرضي، يعني بما معناه الإكثار من السوائل الدافية، بنعطيهم خافضات حرارة. هلا طبعا اللي بيميز عنا الإصابة الفيروسية عند الأطفال، لأن نحن قلنا أكثر الأسباب فيروسية. هدول الحالات إذا أنت مثلا عطيت خافض حرارة للطفل وبمجرد راحت الحرارة عنه بتشوف الطفل بقمة نشاطه، بقمة حيويته أموره تمام، بس جي الحرارة بتشوف الطفل كأنه صار عنده خمول وما عاد يقدر يتحرك. بالإصابات الثانية اللي بتيجي أسبابها جرثومية، مثلا بيصير عندك التهاب بلعوم قيحي أو التهاب اللوزات الحاد القيحي، هدول حتى لو راحت الحرارة الطفل يضل تعبان خمول، فهدول بيحتاجوا معالجة بالأنتيبيوتيك حسب الحالة، وبالإضافة للسوائل والراحة التامة بالبيت. في نوع تاني من الفيروسات اللي بتترافق واللي فينا نصنفها انه هي بتعتبر من اكثر العوامل المبرده اللي بتيجي بفتره تغيير الطقس، فتره الصيف الشتويه، اللي هي بالطب بنقول التهاب القصيبات الشعريه او بيسموه الريسبيراتوري سينيسيال فيروس. هو عباره عن نمط فيروسي ذروه تواجده تقريبا بتكون بشهر 12 لشهر 1 و2. المرض الفيروسي هذا بيجي عند الأطفال بيبلش أعراضه مثل أي زكام عادي، بأعراض سيلان أنف وحرارة خفيفة. بعد 2-3 بتبلش تظهر عند الطفل أعراض الأساسية أو العرض الأساسي اللي هو السعال، بس هالسعال بيترافق مع زلة وضيقة نفس عند الأطفال. مشان هيك بالعامية بيقولوا عن هالمرض هذا اسمه ربو الأطفال،
يعني بيقلد أعراض الربو تماما، بس سببه فيروس. هالفيروس هذا بيعدي بشدة، يعني مثل أي جائحة إنفلونزا. مشان هيك مثلا طفل عنده التهاب قصيبات شعرية بيراجع الروضة أو بيراجع المدرسة، كافي إنه يحدث جائحة يعدي 2 و3 و10 من رفقاته بيجوا على البيت كمان بيعدوا أخواتهم. مشان هيك بنشوف بتصير مثل الجائحة بالشتوية. يعني هلا عندنا نسبة المراجعين بالعيادة يوميا، إذا في عندك 25 مريض 10% من 10 منهم التهاب قصيبات شعرية. هدول كمان علاجهم دائما بيحتاج سوائل كثير، بالإضافة للجو النظيف. يمكن نحتاج للجلسات رذاذ نحكي عن العلاج هلا بعدين. أكيد. بالإضافة لخافضات الحرارة وموسعات القصبات. السبب الثاني من الأسباب اللي بتجي بالالتهابات الطرق التنفسية هي الأسباب الجرثومية. نعم. الأسباب الجرثومية بتتميز عن الأسباب الفيروسية بأنه الطفل بيكون عنده الحالة العامة سيئة، الحرارة بتكون أكثر عالية، الطفل بيفقد شهيته بشكل كامل للأكل، وبيراجعوا الأهل العيادة أنه طفل ما عم بيقدر يتنفس، أو صار عنده حرارة ما عم تنزل، أو والله مثلا تعبان كثير. طبعا نحن شلون بدنا نميز بين الإصابة الفيروسية والجرثومية؟ مثل ما قلنا بالإصابات الفيروسية الطفل بس تعطيه خافض حرارة وتروح الحرارة عنه بيرجع الطفل نشيط، بتفحص البلعوم ما في غير عندك شوية احتقان، السيلان الأنف بيكون مائي عادي ما في سيلان لونه أبيض. بالإصابات الجرثومية بيجي الطفل عنده الأعراض أشد، الحرارة أقوى، الحالة العامة سيئة، بتفحص البلعوم بتشوف إن في نفاطات قيحية على البلعوم، أو في التهاب لوزات، أو مثلا سيلان أنف بيكون صاير لونه أصفر أو على أخضر. طبعا نحن في عنا طرق تانية بتساعدنا بالتشخيص كمان. أحيانا بيجيك طفل مثلا عنده زلة شديدة جدا، الطفل عم بيلهث، حالته العامة سيئة، هدول بنحتاج انه نحن نعملهم شوية استقصاءات مخبرية وشعاعية لنحصل على التشخيص الجيد وبالتالي العلاج المناسب. عند الأطفال هلا في عنا شيء بسيط نحن بنسميه البروتين الارتكاسي اللي هو السيرياكتيف بروتين. هذا بروتين موجود بالدم عند الأطفال أو عند البني آدمين بشكل عام. البروتين هذا بيرتكس للالتهاب بشكل سريع جدا، وبالتالي كل ما كان شدة الالتهاب قوي هالبروتين بيرتفع بالدم بنسبة عالية. مؤشر يعني، مؤشر انه هالالتهاب خفيف ولا وسط ولا عالي. وبناء على هالبروتين نحن نقدر درجة العلاج للطفل. انه مثلا عنده البروتين كثير عالي، عنده حالة سمية، الطفل ما عم بيقدر يرضع، الحرارة ما عم تنزل، عنده زلة، فبنقول هذا بده استشفاء مشفى. في حالات خفيفة بتجي مثلا سيرياكتيف بروتين خفيف، الطفل أعراضه خفيفة ما في شيء، هدول شوية سوائل وعلاج عرضي بالبيت بيمشي الحال. طبعا نحن ما بننسى انه في عنا مجموعة أطفال هدول بيكون عندهم يعني مميزات نحن بنسميها عوامل الخطورة. يعني مثلا طفل عنده داء ليفي كيسي، او بسمونها هنا بالطب سايستيك فيبروزيس، او داء المفرزات اللزجه. هذا بالاصل بيكون عنده استعداد للانتانات التنفسيه اكثر من غيره، وبالتالي لما بيجي انتان فيروسي او انتان جرثومي بيعمل مفعول سريع عنده اكثر من طفل عادي ب10 مرات. عندك طفل عنده آفات قلبيه، طفل عنده رباعي فالو، عنده فتحه بين البطينين، فتحه بين الاذينين، عنده تضيق رئوي، هدول بيكون كمان عندهم فرصه انه للاصابه اكثر، يعني بيصير عندهم عوامل خطوره. في اطفال بيكون عندهم قصة وراثية عائلية، عندهم ربو تحسسي، عندهم عايشين ببيئة فيها رطوبة أو مثلا سوء تغذية. في أطفال معهم آفات سرطانية، في أطفال عندهم أمراض نحن نسميها أمراض الغراء اللي بتعمل عندهم نقص بالمناعة. فهدول الأطفال بيصنفوا من ضمن عوامل الخطورة اللي بتستدعي أنه الأهل يراجعوا الطبيب، وبالتالي يتم التشخيص البكير مشان ما يحتاجوا مستشفى وما يحتاجوا إجراءات ثانية. أكيد. حقيقة المعلومات جدا مهمة وكتير مهمة لحتى المستمعين يستفيدوا. حابب أذكر المستمعين اللي عم يسمعونا هلا، أنتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا عبر بثنا المباشر 103.5 هي موجة الFM، أيضا عبر بثنا المباشر بوير عربي للي حابب ينضم أو عنده أي سؤال بما يخص أمراض الأطفال، ولكن موضوعنا اليوم هو عن أمراض الجهاز التنفسي. دكتور عبد الرحيم أحمد اختصاصي بأمراض الأطفال عم يحكي لنا عن شوي معلومات قيمة كتير. توسعنا شوي هيك بمدخل لهالموضوع. هل وصلنا دكتور الطفل عندكم بالعيادة في وسائل للتشخيص أكيد، ولكن خلينا نفيد الأمهات، الأم اللي عم تلاحظ على ابنها أنه عليه أعراض، يا ترى الأعراض اللي عم تظهر على الطفل شو هي؟
هلا مثل ما قلنا نحن الأعراض الأساسية للرشح بتبلش بسيلان أنف، تعطيس، السعال وحرارة خفيفة، وبترافق هالشيء مع فقدان الشهية عند الأطفال. هالأعراض هدول غالبيتهم علاجهم عرضي، يعني بما معناها الطفل إذا كترنا له سوائل، أمنا له جو نظيف، عطيناه خافضات حرارة، ما خليناه ياخذ برد، ما حطيناه بجو فيه غبار دخان كذا، علاج تلطيفي، هدول علاج تلطيفي بيطيبوا بالبيت إذا استثنينا منه المجموعة العالية الخطورة اللي عندهم آفات قلب والشغلات هدول. ما تبقى من الحالات الثانية اللي طفل مثلا حرارة قوية ما عم تنزل أو معندة، فهدول يعني أغلب الحالات من شخصها تشخيص سريري. بتفحص الطفل فحصه الصدري إنه مثلا إصغائيات الصدر عنده جيدة، ما في عنده وزيز، ما في تطاول زفير، عنده حيوية جيدة. بتفحص البلعوم ما في شيء غير احتقان خفيف. كنت حابب أسأل دكتور هلأ أنتم كأطباء شو هي الوسائل التشخيصية اللي عندكم هلأ؟ الطفل كيف بتشخصوه بالعيادة إنه خلص بتبتوا بالحالة إنه هذا هالحالة هي هالمرض هذا؟ يا ترى بتفحصوا فحص سريري بالسماعة عندكم بالعيادة، أو بتلجأوا لإجراء فحص شعاعي أو تحاليل دموية مثلا؟ تمام. هلا نحن 90% من المرضى وحتى 95% من المرضى بيتم تشخيصهم بشكل سريري. تمام. إصغائيا أهم شيء بتصغي الرئتين بشكل جيد، ما في عندي خراخر، ما في عندي وزيز، ما في عندي حتى وزيز وتضافر زفير عادي. أهم شيء ما يكون في عندي خراخر ناعمة، ما في عندي يعني علامات توحي بأنه في عندي ذات رئة. هلا أكثر اختلاطات الشيوعا للإصابات الزكامية عند الأطفال هي ذوات الرئة، خاصة ذوات الرئة الجرثومية اللي بتجي على رأسها الإصابة بالمكورات الرئوية أو البارانفلونزا. هدول الحالتين إذا ما شخصناهم بشكل سريع يمكن الطفل يفوت بذات رئة قيحية، وبالتالي بدل ما يكون علاجه يطول يوم يومين يمكن يحتاج أسبوع بالمشفى. فنحن 95% من التشخيص عندنا بيكون سريري. بالفحص الأساسي للإصابات النفسية بيعتمد على السماعة الصدرية للأطفال، تصغي الصدر بشكل كويس، ما في عندي أي خراخر، ما في عندي أي أعراض زلة جهدية أو زرقاء عند الطفل. فإذا بفحص البلعوم كمان، بفحص الحيوية الطفل، بيرفض الأكل ولا ما بيرفض الأكل، الحرارة قوية ولا بتنزل ولا ما بتنزل. إذا كانت العلامات كلها جيدة والمؤشرات الحيوية عنده جيدة فهذا علاجه منزلي كافي بإذن الله. يعني 90% من مرضانا بيتحسنوا على هالعلاج هذا. تمام. ما تبقى الأطفال اللي بيكون عندهم زلة جهدية شديدة، عندهم سحب وربي، عندهم تراقص بخنابتي الأنف، عندهم سحب فوق الخص، أو إذا كان الطفل مثلا صغير عمره أقل من 6 شهور، أو عندي أطفال اللي قلنا عنهم عوامل الخطورة، إصابة قلبية، إصابة رئوية كذا، أو في عندي أي علامات توحي بذات الرئة. فهون صورة الصدر الشعاعية هي أساسية جدا جدا. صورة الصدر البسيطة بتدعم التشخيص، يعني بتدعم التشخيص بشكل واضح ومية صريح أنه في عندي إصابة مثلا ذات رئة أو قصبات ولا ما في. إذا في عندي إصابة ذات رئة بنقدر كمان درجة الإصابة أنه هي مثلا بتشمل أكثر من 10% من مساحة الرئة ولا أقل. إذا أكثر صار بدنا معالجة وريدية، أقل يمكن علاج عضلي أو وريدي بيمشي الحال بالبيت. أكيد. الدكتور هلا قبل ما نفوت بموضوع العلاج، هو السؤال ربما يكون مشترك بين التتمة لحديثكم. هلا ايمتى بيستدعي الطفل، او انه فورا احيانا الطفل بيكون عندكم بالعياده بتقرروا انه هذا الطفل خلص بحاجه للمكوث بالمشفى، يعني للنوم بالمشفى واخذ العلاج الوريدي والتداخل مثل ما بيقولوا؟ ايمتى بتلجأوا، يعني ايمتى شو هو المؤشرات اللي بتخليكم انه تقرروا انه هذا الطفل بحاجه للنوم بالمشفى؟ مثل ما قلنا نحن كل ذوات الرئه، اي ذات رئه وقصبات جرثوميه عند الاطفال هاي استطباب قبول بالمشفى. اي ذات رئه عند طفل عنده اصابه مناعيه، عنده آفية قلبيه، هذا استطباب قبول بالمشفى. الاطفال اللي اعمارهم صغيره جدا جدا وصار معهم التهاب قصيبات شعريه، هدول العرض الاساسي اللي بيراجعوا فيه الطفل بيرفض الرضاعه، ما عاد يقدر يرضع. اكيد. فهذا بحاجه لسوائل، لانه عندهم التهاب القصيبات الشعريه نحن بنسميه داء المفرزات اللزجه، بصير عندهم مفرزات بلغميه كثير بصدرهم، وبالتالي الطفل يمكن يختنق فيها. فهذول بيحتاجوا ارزاز، بيحتاجوا إماهة ورديه بالاضافه الى التغطيه الانتانيه لنخلص من الموضوع هذا. فعند اي طفل عنده صيغه انتانيه واضحه، عنده ارتفاع بالبروتين الارتكاسي، عنده صورة الصدر توحي انه في عندي ذات رئة، وبالاضافة للاعمار الصغيرة كثير او الاطفال ذوي العوامل الخطورة، هدول استطباب قبول مشفى. تماما. دكتور، بعد التشخيص كيف بيتم العلاج عندكم؟ هي على طول كلهم يعني
إما مثل ما ذكرنا من شوي يكون العلاج دوائي أو إنه يكون غير شيء مثلا. تمام. هلا نحن مثل ما اتفقنا من الأول إنه نحن 85% من إصابات الفيروسية أو العنتانات التنفسية عند الأطفال سببها فيروسات نحن بنسميها البارا انفلونزا أو فيروسات الرينو أو الكوكساكي والأمور هدولي. هالإصابات الفيروسية باعتبار هو فيروس وبالتالي له فترة حضانة. هالفترة حضانة يمكن تضل 4 أيام 5 أيام ماكسيمو أسبوع وبتروح. وبالتالي نحن المطلوب منا بهالفترة هاي ننزل حرارة الطفل عن طريق خافضات الحرارة، نعمل له إيماها جيدة عن طريق السوائل الفموية خاصة الزهورات البابونج كل شيء سوائل مغلية ومبردة، وما نعرض الطفل للبرد أو نعرضه لو جو فيه دخان أو تلوث أو كذا، ونقدم له دعم يعني علاج دعم خلينا نقول. تماما. يعني حتى الأنتيبيوتيك بهالحالات ما له أي قيمة علاجية. تماما. ال 15% من الإصابات الفيروسية اللي بتترافق بحرارة عالية أو الطفل عنده التهاب بلعوم مرافق أو مثلا الطفل عم بيرفض الرضاعة أو خفت حيويته، هدول بنعطي نحن بالعادة أنتيبيوتيك، بنعطي بالعادة موسعات قصبات مرافقة بالإضافة إلى خافضات الحرارة والإيماء الجيدة عن طريق الفم. ال 2 أو 3% اللي بيجي عندهم الإصابة بتترافق بزاتري أو قصبات وبيحتاجوا إيماها بالمشفى، هدول علاجهم بيكون وريدي لمدة يوم يومين 3 حسب شدة الحالة اللي عند الأطفال. في شيء تاني كمان بدنا نحكيه هون، أنه هلا نحن في عنا شيء بيسموه نحن الأمراض الطفحية. الأمراض الطفحية اللي هي الحصبة الألمانية، جدر الماء اللي نحن نسميها الفاريسيلا، هدول كمان بيبلشوا بنفس أعراض الزكام، بيبلشوا برشح عادي. يعني هلا مثلا بيجيبوا لنا الطفل على العيادة لنفرض لاقط فيروس الجدري اللي هو الفاريسيلا، هالطفل بتفحصه بتقول الأهل عنده التهاب بالعم احتقاني، عطوه علاج، بيرجعوا لعندك بعد 3 أيام بيقولوا له طفح بجسمه حب. هذا طبعا نحن بنحتاج إذا كان مثلا في عنا مخابر متطورة أو بدول العالم المتقدم، لما الطفل بيراجع العيادة بياخدوا له مسحة بلعوم. تماما. مسحة البلعوم بيقولوا روحوا على البيت عطوه خافضات حرارة سيتامول وسوائل ولا أي شيء تاني لا تطلع نتيجة المسحة. أكيد. المسحة مثلا إذا قالت إنه الولد لاقط فيروس عادي خلاص علاجه 5 أيام وبيطيب، إذا لاقط فيروسات الحصبة أو كذا بيبين معهم بالمسحة شو هو الفيروس المسبب. أكيد. وإذا في إصابة جرثومية كمان بتبين. فنحن الأمراض الطفحية كمان كلها بتبلش بأعراض تنفسية، ما فيك تشخص إلا ليبلش الطفح. بلش الطفح ساعتها الطبيب يقدر يقدر إنه هذا حصبة ولا حصبة ألمانية ولا جدر المي ولا شيء تاني. حتى في الإصابات اللي بتيجي عن طريق كمان فيروسات الكوكساكي أو الرينو اللي هي التهاب الغدة النكافية بيسموه بالعامية أبو كعب. كمان بيبلش بقريب ورشح. حتى التهاب السحايا عند الأطفال فيروسات الكوكساكي اللي بتسبب كمان التهاب صحايا كمان بيبلش برشح وقريب، بيترافق بعد 3-4 أيام بحرارة ما عاد تنزل صلابة نقرة. يعني الشعبة متشعبة، بس أكيد. الأول التشخيص إنه أخي هذا إنتان فيروسي ولا إنتان جرثومي، إنتان قوي ولا خفيف، بده تحليل ولا ما بده تحليل، بده مراقبة بشي صورة شعاعية، فهذا الطبيب هو اللي بيقدر. أكيد أكيد. حقيقة الأطباء بيعانوا أحيانا، بالأخص سلك الأطفال مثلا، أطباء الأطفال بيعانوا من إذا بتطلبوا من ذوي المريض إنه هذا الطفل بحاجة لتحاليل شوي هيك ما يكون في تعاون بالنسبة للأهل، ربما عم تعانوا من هالشيء هذا. كثير من الأهالي بيرفضوا التحاليل انه خلاص يعني الولد قريب يا اخي هو وسيله تشخيصيه صدقا يعني. بس انت لما بتقدر شيء خلاص قرار النهائي لك، انت بتشوف شيء في مصلحه الولد، لانه بالاخير لما الولد بيصير معه اي اشكاليه ولنفرض انت طلبت صوره وهن رفضوا ماشي، لا انا بدي الصوره، ما في نقاش بهالموضوع هذا. لانه اذا انت مثلا سايرت الاهل بهالموضوع والطفل صار مثلا عنده لنفرض انا شاكك باستنشاق عن طفل، الاستنشاق يعني هالطفل يمكن إذا ما تعالج بعد 24 ساعة يمكن يزرق ويحتاج منفسي، جهاز تنفس صناعي. وبالتالي أنا بيقولوا بالأخير يا أخي أنت الطبيب وأنت صاحب شو ليش بترد عليها؟ تمام. أكيد هاي، فأنت بتكون قرارك اتخذته نفذ قرارك ولا ترد عليها. أكيد هاي رح تكون ضمن النصائح الوقائية بختام حلقتنا. دكتور إيمت بتستدعي، خلينا هذا آخر سؤال رح يكون بلقائنا، إيمت بيستدعي أحيانا كأنتوا أطباء أطفال لاستشارات غير اختصاصكم، مثلا استشارة قلبية أو استشارة صدرية؟ هلا مثل ما قلنا مثلا لما بتفحص سماعة بتفحص أول شيء قلب الطفل. في أحيانا نسمع نفخة وظيفية مثلا شدتها مختلفة 1 2 3 4 على 6، الطفل عنده نفخة انقباضية، فهدول بنشك إنه عنده آفة قلبية. يعني مثلا اليوم كان عندي طفل عنده زرقة بس يبكي بزرق،
عنده نفخة انقباضية شديدة واضحة، حولته على الإيكو دوبلر للاستشارة قلبية، طلع عنده مرض اسمه رباعي فالو. تماما. هذا بده عمل جراحي مستقبلا. الطفل عمره 6 شهور والاهل مو منتبهين انه والله كان يبكي عم بيخشى عم يزرق، من هنا فاكرين انه هاي نوبة غش. تماما. لا، على السماعة في عندي إصابة قلبية واضحة. في أطفال تانيين مثلا بيجي عندهم نقص خضاب شديد، عندهم مثلا شك بآفات نحن نسميها الثلاسيميا أو تكون كريات وراثي، هدول نطلب استشارة دموية لهم. في أطفال بيجونا صغار مثلا من عزم الالتهاب أو كذا صاير عندهم ريح صدرية وانتفاخ رئة، هدول بدون استشارة جراحية أطفال. فحسب أمور أكيد طب متكامل الواحد بيحتاج. دكتور، قبل ما نختم حلقتنا، في الأخ فنر علي عم يسأل إنه ما هي الأعراض التهاب الأذن الوسطى أو الداخلية، وكاتب أكيد عم يقصد الأذن الوسطى. المشكلة يعني في شوية أسئلة ما بعرف إذا معنا مجال دكتور. هلا نحن أي التهاب بلعوم عند الأطفال بيصير له اختلاطات. هلا من ضمن الاختلاطات يمكن يصير التهاب الرئة، ويمكن يصير عندهم الاختلاطات الثانية التهاب الأذن الوسطى. التهاب الأذن الوسطى في نمط شائع عند الأطفال نحن بنسميه التهاب الأذن الوسطى المصلي، أو بيقولوا بالعامية كيسة المي، لأنه الولد صاير عنده كيسة مي بإذنه. معروف نحن عندنا الأذن الوسطى بترتبط مع البلعوم بنفير اسمه نفير أوستاش. هلا لما بصير عندي التهاب بلعوم احتقاني وهالولد مثلا ما تعالج أو ما أخذ سوائل، أحد الاختلاطات اللي بتصير من وراء هالشيء هذا إنه نفير أوستاش يصير عنده فيه انسداد أو تضيق. الأذن الوسطى مثل العين مثل الأنف تفرز سائل رائق، هالسائل بينتقل من الأذن الوسطى للبلعوم. لما نفير أوستاش يبلش يسكر، هالسائل بيتجمع بالأذن الوسطى، وبالتالي بتشوف الولد صاير عنده ضوجان عصبي بيبكي، لأنه أنت حاول تسكر إذنك وتحكي بتحس إنه الدنيا كلها عم تحكي من راسك. فالطفل بيصير عنده ضوجان، عنده بكي، ما عم بينام، يعني أعراض التهاب الأذن الوسطى مصلي كثير سيئة عند الأطفال. طبعا علاجه كمان بالجهاز عن طريق المنظار الرباعي للأطفال بنعالج. العلاج بالأول بيكون علاج دوائي. في بعض الحالات اللي بنفشل فيها بالمعالجة دوائيا ونفير أوستاش صار في وزمة شديدة ماوذي، عن طريق زملائنا بالأنف والأذن والحنجرة بيعملوا لهم خزع غشاء الطبل. تماما. والإنتاج ينزل أكيد. الإنتاج ينزل. كمان الأخت أو سلاف عم تسأل، بدك تحكي لنا شوي عن ربو الأطفال دكتور؟ طبعا هذا موضوع كبير، طبعا بحاجة لحلقة لحالة، ولكن ربما الدكتور فينه يفيدكم بشوية معلومات. هلا ربو الأطفال عندنا الأطفال كل شيء تحت السنتين من العمر بيقولوا ربو الأطفال، أو بيسموه التهاب القصيبات الشعرية. هلا هدول يعني عندهم قابلية للشفاء بس ضمن شروط. الشرط الأساسي نحن أنه يكون عندنا بيئة نظيف، يعني بيت نظيف، الرطوبة ممنوعة بالبيت، الدخان ممنوع، المحارم المعطرة، البودرة، البارفانات، العطورات، كل شيء بيعمل حساسية وبيزيد هالأمور هاي. حيوانات الأليفة دكتور؟ حيوانات الأليفة طبعا عندنا هلا مشاكلنا، مثلا يجيك طفل من قرية عندهم غنم، عندهم دجاج، عندهم تبن، عندهم بالصيف العجاج والغبرة، فهدول عوامل مهيئة انه اكثر. في قصة عائلية ايجابية ولا ما في مثلا وراثة انه في ربو عند الاب والام. طبعا علاجهم بالاضافة للجو النظيف، نحن بنعطي مضادات حساسية للاطفال، بنعطي موسعات قصبات. في بعض اطباء الصدري بيوصفوا بخاخات للاطفال كمان عن طريق الحجرة الاستنشاقية. بنعطي احيانا جلسات ارزاز للاطفال. في حاليا الطب متطور، قبل كنا نستعمل كثير لقاحات للموضوع الاصابات التنفسية، من ضمنه اللقاح الرئويات. اما عند الاطفال كنا نستعمل شيء لقاحين، واحد معروف باسم البريفينار جلاكسوسميثكلين الالماني، او لقاح السينفلوريكس. هلا قبل انا كنت بعيادتي هاللقاحين بعتبرهم برنامج اساسي مثل لقاحات الدوله، بس كانت اسعارهم مقبوله جدا. يعني كان اللقاح او 800 ليره، 1000 ليره، 1200 ليره. حاليا اللقاح بيطلبوا فيه تقريبا شيء $34. يعني على السوري بدك تترجمه بلقاح 70-80 ألف سوري. مبلغ كتير أكيد. طبعا هو بنعطيه على 3 جرعات، كل 3 شهور جرعة، بيعطي فعالية حماية مطلقة للرئتين. بس بصفي اللي معه ربو أطفال أو قابلية حساسية القصبات، علاجه بالأساسي هو الجو النظيف. كمان الأخت آل عزيز عم تسأل إنه هل المرض التحسسي يتحول للربو؟
على حسب الحساسية. هلا في حساسية أنفية، هذا بيسموه التهاب أنف تحسسي، في تحسس عيني بيسموه بالعامية الرمد الربيعي، في تحسس بالبلعوم، وفي تحسس القصبي اللي هو يمكن يتحول لربو إذا ما تأمن الجو النظيف للطفل. بختام حلقتنا شوية نصائح للأمهات والآباء دكتور، بخصوص يعني حابب دائما أنا بركز على الموضوع أنه منبرنا هو برنامج توعوي للأهالي، أنه موضوع إعطاء الأدوية العشوائية حتى هاي كمان ملاحظة يعني يا ريت لو تحكي لنا عنها، وشوية ملاحظات ونصائح وقائية للآباء اللي عندهم ربو قصة الأمراض الجهاز التنفسي. هلا نحن مثل ما قلنا بالبداية أنه الإصابات التنفسية عند الأطفال أغلبيتها فيروسية، وبالتالي في قابلية عدوى. أنه العدوى أنه الطفل مثلا عطس بوجر فيه، استعمل محارمه، استعمل أنينة المي تبعيته. طبعا في الأطفال عندنا هلا بالمدارس الغرفة اللي المفروض تكون مخصصة ل20 ولد بيحطوا فيها 80 ولد، خاصة بمدارس مختلفة. فبالتالي إذا في طفل مرضان عنده إصابة فيروسية يفضل ما نبعته على المدرسة مشان ما نعدي غيره، مشان الولد ما يتعب أكتر كمان، لأنه جزء من العلاج هو الراحة بالبيت والسوائل الكثير. الشغلة الثانية نحاول مثلا الأطفال اللي عندهم عوامل خطورة ما نستنى عليهم، نراجعهم بطبيبهم بشكل مباشر. الملاحظة اللي أنت قلتها هلا مثلا صار عندنا معروف أسماء بعض الشرابات الالتهاب وإبر الروز، وإنه والله أنا أعطيته الولد 3 إبر روز وأعطيته شراب الفلاني وما تحسن. بالعكس بكون أنت ضريتي أكثر ما فتي بالحالة هاي. فيفضل إنه الأنتيبيوتيك نبعد عنه. يعني هلا بتذكر أنا ببدايات الاختصاص سنة 96 كان إبرة السيفترياكسون نعالج فيها التهاب سحايا. هلا ما عندها استعداد تعالج التهاب بلعوم نتيجة الاستعمال العشوائي، صار في تعنت على الجرثوم. فبالتالي الانتيبيوتيك هلا مثلا خافضات الحراره نستعملها، مضادات الاحتقان معلش. هلا مثلا الاطفال اللي عندهم التهاب قصيبات شعريه هدول ممنوع، بالعكس نحن بدنا شيء يطري المفرزات القصبيه عنده، فنحن بنعطيهم مثلا مميعات البلغم مثل البروديميكسين او الموكولار او الامبروكسول. ففي عالم بتروح تعطيه مضاد للسعال، وبالتالي انت حبست كل هالمفرزات جوا، خنقت الولد أكثر. أكيد. فإذا كل شيء له استطبابه. يفضل أنا برأيي نضل على خافضات الحرارة، السوائل الكثير، وشوية علاجات تلطيفية بالسيرومات الفيزيولوجية لفتحات الأنف للأطفال. أكثر من هيك يفضل لا. شكرا كثير لكم دكتور عبد الرحيم أحمد، اختصاصي بأمراض الأطفال، على هالمعلومات القيمة. شكرا لكم متابعينا ومستمعينا. بشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر دارين وهيلوز. للأسبوع القادم حلقة جديدة وضيف جديد، تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.